هقول لك سر خطير جدا. لا هو خطير بس مش للدرجه دي. هو اعتراف سيء شويه عني، ولكن انا حد طول الوقت حاسس ان هو مقصر. الازمه مش بس في شعور التقصير وتأنيب الضمير اللي بيجيلك من الشعور ده وقد ايه هو بشع، لا الازمه مش في ده مطلقا. الازمه ان حتى نجاحك انت ما بتشوفوش. يعني لما تنجح تعمل حاجه كويسه انت مش بتقدر تشوفها. يمكن الناس كلها تبقى بتسقف لك وبتقول لك برافو انت عملت حاجه كويسه، وانت بتبقى عايز تقول لهم يا جدعان انتوا بتسقفوا على ايه؟ انا مش شايف ان انتوا بتسقفوا عليه اصلا. طلعت ليه انت دلوقتي؟ طلعت ليه؟ الموضوع ده انا ما كنتش مهتميه بيه مطلقا وركناه على الرف وبتغاضاه تماما وبتجاهله وبتعامل معاه معامله ان انا ان شاء الله لما اتجاهله هو هيختفي لوحده. ما تبصلوش بقى، ما تبصلوش. لحد ما شفت بوست البنت على جروب من جروبات ثانويه عامه كانت بتقول فيه ان هي عامله جدول وبتذاكر حلو جدا وبتراجع حلو جدا وما بتراكمش اي حاجه عليها، وما شاء الله البنت يعني تاخد 10 من 10 ونجمه، ولكن هي حاسه ان هي مقصره. فهي بتقول ان هي طول الوقت حاسه بتأنيب ضمير وان في حاجه غلط، انا مش مبسوطه بالحاجات اللي انا بعملها اصلا. الحاجه اللي خلتني اعمل الفيديو ده ان كل الكومنتات حرفيا كل الكومنتات كانت بتقول لها حاجه واحده: برافو عليكي، انت صح، انت زي الفل، ويا ريتنا احنا كنا زيك. وكلام من نوعيه الشاطر دايما طبيعي ان هو يحس انه مقصر، وان انت لما تحس انك مقصر ده حافز ليك ان انت تكمل والحاجات دي كلها بقى. بس لا يا جدعان، الشاطر لو حس ان هو مقصر يبقى هنا في مشكله. الشاطر مش المفروض يحس ان هو مقصر. يعني والله مع احترامي لكل الناس اللي قالت لك الجمله دي، ولكن هم كذبوا عليك وقالوا لك ان طبيعي يا حبيبي انت شطور فانت لازم تحس انك مقصر علشان تبذل اكتر. يعني يا فرحتي لما تبذل اكتر وانت اصلا تأنيب الضمير بياكلك وانت مش عارف تنام علشان انت طول الوقت حاسس ان انا ما بذلتش كفايه وان انا ما عملتش كفايه. يعني ليه لازم ابقى طول الوقت مش شايف نجاحي؟ ليه لازم طول الوقت ابقى مش شايف انجازاتي الصغيره؟ ليه لازم طول الوقت ابقى مش مبسوط ومش راضي عن الحاجه اللي انا بعملها؟ ليه لازم طول الوقت قبل ما انام ابقى حاسس ان انا عملت ايه النهارده؟ انا ما عملتش ولا حاجه. ليه لازم يكون ده شعوري عشان اكون شاطر؟ ليه ما ينفعش اكون شاطر وانسان طبيعي عادي راضي بانجازاته الصغيره قبل الكبيره؟ ليه؟ فده مش طبيعي. اللي هما بيقولوا لك عليه انه طبيعي ده مش طبيعي مطلقا. فجهزوا مناديلكم عشان ممكن نعيط في نص الفيديو، عشان انا عيوطه بصراحه. دلوقتي انت تعمل ايه لو انت الحد اللي عنده المشكله دي؟ اول حاجه انت لازم تحدد المشكله دي بدات امتى اصلا. فكره ان انت تعرف امتى بدات المشكله دي تحديدا هيخليك تعرف حاجه مهمه جدا، هو انا ليه اصلا عندي المشكله دي. يعني انا ليه كده وابن عمي مثلا مش كده؟ ليه كده واخويا اللي عايش معايا مش كده؟ انا مثلا مشكلتي تحديدا بدات الاحظها لما دخلت الكليه. في اول سنه طلعت التانية على الدفعه. استنيت ان انا انبسط بس ما انبسطتش، ما حسيتش ان انا عملت حاجه اصلا، انا مش مبسوطه. فبرضه ما اديتش الموضوع اهتمام خالص وركنته على الرف. طلعت الاولى على الدفعه ما اتبسطتش، ما حسيتش بحاجه. فانا دماغي كانت بتعمل ايرور كده، انا مستنيه ايه عشان اتبسط او مستنيه ايه عشان احس ان انا عملت حاجه كويسه. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ برضو ده ما خلينيش اصلا الاحظ ان في مشكله، وكنت برضو بتغاضى وبرميها على الرف خالص لحد لما بدات القناه هنا. احنا عملنا 30 فيديو تمام. اسالني وقول لي رؤيه، قولي لي فيديو واحد من ال 30 فيديو دول انت راضيه عنه وحاسه ان انت عملتي حاجه كويسه. هقول لك ولا واحد، حرفيا ولا واحد. فمن هنا تحديدا بدات افوق واحس ان رؤيه في مشكله، لان انا طول الوقت ده كنت ما كنتش بتعامل اصلا، انا كنت بتجاهل الموضوع وبرميه على الرف خالص. في الوقت ده تحديدا بدا يجي لي ادراك ان في مشكله. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده كانت بدايه مشكلتي انا، والبدايه اللي خلتني اخد بالي ان في مشكله. فانت كمان لازم تعرف ايه بدايه مشكلتك انت. ننقل بقى دلوقتي على النقطه الثانيه، هو ليه اصلا ممكن يجي لنا مشكله زي كده؟ يعني هل الانسان مولود وهو حاسس ان هو مقصر؟ لا مطلقا. الانسان مش بيتولد وهو حاسس ان هو مقصر، الانسان بيتولد وهو حاسس ان هو ايه، جامد ومفيش اجمد منه. ايه اللي بيحصل بقى؟ في بالنسبه لي 3 اسباب رئيسيه ممكن يخلوك تحس ان انت مقصر. وهنبدا باول سبب اللي هو السبب بتاعي. ايه بقى السبب بتاعي؟ ان انا نوعا ما تربيتي كانت كده. اهلنا بيبقوا عاوزيننا احسن ناس في الكون، يعني هما بيقولوا لنا دايما احنا عاوزينكم احسن مننا، لكن الحقيقه هم عايزيننا احسن ناس في العالم كله، وده من حبهم فينا. ولكن الحب ده مع بعض الاطفال اللي هما زيي بيتحول لان هما طول الوقت حاسين ان هما لازم يبذلوا اكتر، ان ده مش كافي، ان الانجاز اللي انا عملته ده مش انجاز ولا حاجه، انت ما عملتش حاجه اصلا. يعني انت مثلا ليه نقصت درجه؟ ما انت كان ممكن تقفل الامتحان. ليه جبت 100%؟ كان ممكن تجيب 103%. ليه؟ فالفكره ان الشعور اللي بيوصل لك في المرحله دي واللي بيتنمى عندك في المرحله دي ان انت لازم تكون احسن حد في العالم، وعشان ما فيش احسن حد في العالم فالطبيعي انك هتمر كل اللي احنا بنقول بيه ده. تاني مشكله بالنسبه لي وهو ان انت بتبقى بتستمد القيمه بتاعتك من الانجازات دي، فبالتالي كل ما تعمل انجاز بتحس ان لا انا قيمتي لسه ما رجعتليش. ليه؟ ان عمر ما قيمه الانسان كانت في الانجاز اللي بيوصل له
مطلقا، لان اصلا مش البديهي ان كلنا بنوصل لانجازات. يعني مش الطبيعي ان كلنا مثلا بنطلع اوائل جمهوريه، مش طبيعي مثلا ان كلنا بنطلع اوائل دفعه، مش طبيعي مثلا ان كلنا بنشتغل شغلانات بنقبض فيها بملايين، مش طبيعي ان كلنا بنوصل لانجازات ملموسه، مش طبيعي مطلقا. ومش طبيعي ان احنا طول الوقت بنوصل لها. يعني انت لو النهارده وصلت لانجاز ملموس بكره مش هتوصل عادي. بقى حل النقطه دي ادراكك ان يا حبيبي والله انت خلقت ذات قيمه لوحدك، انت كانسان ذات قيمه. ربنا سبحانه وتعالى خلقك ونفخ فيك من روحه وخلقك في احسن صوره، خلى الملائكه تسجد ليك وعظمك وكرمك، وابليس نفسه اتطرد من الجنه عشان رفض ان هو يسجد ليك. فانت خلقت كده ذات قيمه، انت لوحدك الباكج بتاعتك نازله ان انت انسان ليه قيمه، فانت قيمتك فيك. فانت ليه تخلي قيمتك في حاجه؟ مش موضوعنا في الحياه عموما ان احنا نجري ورا حاجات عشان تجيب لنا قيمه اللي هي اصلا عندنا، ما ينفعش، صح؟ ثالث حاجه وهو الحد اللي بيبقى عاوز يكون احسن حد في الكون. مش طبيعي ان انت تكون عايز ده، مش طبيعي ان يكون ده هدفك عموما. السبب واضح جدا وملموس جدا من الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان عنده شعور بالتقصير، ان هو دايما بيسعى للمثاليه. اول فيديو اتعمل على القناه هنا هو الفيديو كان بيتكلم عن المثاليه ووهم الكمال. ليه؟ لان انا اصلا حد عندي وهم مثاليه، انا اصلا الحد ده. فانا كنت بقول لنفسي ان يا حبيبتي والله العظيم عمر ما في حاجه هتكون مثاليه، بدليل ان الحاجه اللي انت عاملاها النهارده مش مثاليه ومش اجمد حاجه. فمش لازم تعمل الحاجه وتكون حاسس ان هي واو كده ومفيش اعظم منها. عادي يكون في اعظم منها كتير جدا. في كم حد بيعمل نفس المحتوى اللي انا بعمله؟ مليون واحد احسن مني، احسن مني. هل ده في مشكله ليا؟ لا عادي. في كم واحد بيشتغل نفس الشغلانه اللي انت بتشتغلها؟ مليون واحد احسن منك. في احسن منك، في ناس احسن منك كتير في الحاجه اللي انت بتعملها، وانت احسن من ناس كتير في الحاجه اللي انت بتعملها برضو. الطبيعي في الحياه ان انت حتى لو حلو النهارده في الحاجه دي بكره هيجي حد احلى منك. مفيش اي مشكله من فكره ان انا مش لازم اكون اجمد حد. امال انا امتى اعرف ان انا عملت الحاجه دي بشكل صح؟ لما تكون خرجت فيها كل الطاقه بتاعتك، كل المجهود بتاعك خرج في الحاجه دي، زائد ان انت لما تعمل الحاجه وانت حاببها فعلا او انت عايز ان انت تعملها، جزء من روحك موجود فيها، جزء منك موجود فيها. يعني مثلا الفيديو ده بنتكلم عن التقصير، هل الفيديو ده الوحيد اللي بيتكلم عن التقصير؟ في 3000 فيديو تاني بيتكلم عن التقصير. ايه المميز في الفيديو ده؟ ما فيهوش حاجه مميزه، بس في روح رؤيه، في جزء من رؤيه في الفيديو ده. فاذا انت كده عملت حاجه جميله وزي الفل وزي السكر، وكتر الف خيرك ان انت عملتها. طيب انت عارف تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل زي ما انا عملت. عارف عملت ايه؟ قررت اني مش لازم احتل العالم بشطارتي، مش لازم احتل العالم بشطارتي، ولا النهارده ولا بكره ولا بعده ولا لحد ما اموت، وان انا فعليا بعمل حاجه عظيمه. هما ضحكوا علينا، مش عارفه ليه هما بيضحكوا علينا وشريرين كده، لكن هما ضحكوا علينا وقالوا لنا ان انت بتعمل حاجه عاديه، بس انت ما بتعملش حاجه عاديه. كونك ان انت من اوائل دفعتك ده مش حاجه عاديه، مش كل الناس اوائل دفعتك، اذا دي مش حاجه عاديه. برافو عليك وشطور ان انت عملت ده. ان انا اصلا قمت من السرير وحاربت النوم والكسل والحاجات دي كلها وقمت صورت فيديو لطيف ولذيذ كده، برافو عليا جدا. ايه الشطاره اللي انا فيها دي؟ ان انت اصلا سهران لحد الساعه 5 الفجر علشان تذاكر وتنام وانت مخلص الجزء اللي عليك. مش كل الناس بتعمل ده، انت مميز ان انت بتعمل ده. كون ان انت اصلا بتحاول ان انت تبذل، بتحاول ان انت تعمل، بتحاول ان انت تفرح اهلك، بتحاول ان انت تعمل كل اللي عليك، ده شيء مميز جدا، وده شيء يستحق كل الشكر وكل الدعم وكل الحب اللي في الكون ان انت عملت ده. في ناس طول الوقت 24 ساعه نايمه على السرير، في ناس 24 ساعه ماسكه الموبايل ومش عارفه تتخطى فكره انها لازم تسيب الموبايل، في ناس 24 ساعه بتتفرج على مسلسلات وافلام. فانت بتعمل حاجه حلوه مش كل الناس بتعملها، حتى لو الحاجات دي صغيره ومش ملحوظه، على الاقل هي ملحوظه بعينك. انت شايف، انت الشاهد الوحيد على كل التعب اللي انت تعبته سواء النفسي او الجسدي في الحاجه دي. من الحاجات اللي انا اكتشفتها وكنت مستغرباها جدا ان انا لما سالت نفسي انا امتى اخر مره كنت ممتنه لحاجه انا عملتها لنفسي، كنت ممتنه ان انا بذلت اخري في الحاجه دي، او كنت ممتنه ليا بشكل عام، لقيت ان ممكن يكون من 3 شهور فاتوا، في حين ان انا اخر مره امتنيت لحد كانت من يومين. فانا ما بمتنش لنفسي، انا بنسى اشكر نفسي، مع ان انا في مدعكه بس انا بنسى اشكر نفسي. انت محتاج تقوم كده تعمل لك كوبايه شاي بالنعناع، وما تسالنيش ليه شاي بالنعناع، بس هو بيرمز للدفى الحب كده، مع ان انا ما بحبش الشاي اصلا، ولكن انت محتاج تقوم تعمل شاي بالنعناع وتقعد في البلكونه وتشكر نفسك على كل اللي انت مريت بيه. مش سهل ان انت تمر بكل ده، برافو عليك بجد، كل الدعم ليك، كل الحب ليك يا جدع. ده انت كتر الف خيرك ان انت مكمل اصلا لحد دلوقتي، يعني مكمل في الفيديو ده اولا، وثانيا مكمل في الحياه بشكل عام. والله العظيم انت زي السكر. ولما تحس بالتقصير او لما حد يحسسك ان انت مقصر ويرمي لك كلمه كده في النص ان انت لا والله انت مش قد كده، ايه نشتمه؟ مش هنشتمه طبعا علشان عيب، ده اولا، ولكن هتاخد نفس كده بهدوء وتقول لنفسك كده انا رؤية مأكده لي ان انا انسان زي العسل وزي السكر. انت محتاج ايه تاني بالله عليك؟ انا مأكده لك خلاص. بس عشان تكمل الشطاره دي محتاج ان انت تعمل لايك وسبسكرايب. اعتقد ان احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا،
وأتمنى لك حياة لطيفة ودافئة بأقل قدر ممكن من الأذى النفسي أو الجسدي، وشكرا.